فتلاقيهم بيقولك يا عم ده هو ده اللي بيجيب مع الناس، والحاجة كده لما تبقى قاعدة بتتفرج والمسلسل كده يجي بعد التراويح تبقى صلت وتقلع الطرحة البيضة وتمسك السبحة والمسلسل شغال. فماشي تمام، انت كشاب لسه في اول سنة جامعة اصلا، يعني انت طموحاتك اصلا انه شركة انتاج تنصب عليك حتى. يا صباح الخير على حضراتكم جميعا، يوم جديد وبداية اسبوع جديد مع بودكاست كولاج، البودكاست اللي بنناقش فيه مواضيع متعلقة بالفن بالابداع في مختلف المجالات، بنشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو ابداعي وكل ما هو جميل. في البداية لو انتوا بتسمعونا فتقدروا ان انتوا تعملوا سبسكرايب او تشتركوا في مختلف البلاتفورمز اللي متاح عليها البودكاست: جوجل بودكاست، ابل بودكاست، سبوتيفاي، ديزر، كاست بوكس، وانغامي دلوقتي كمان متاحين عليه. فتقدروا ان انتوا تتابعونا، وياريت تعملوا لايك للحلقة وتشيروها مع صحابكم بحيث انه التفاصيل دي والمعلومات دي كلها تكون متاحة لكل من يهمه الامر. موضوع النهاردة نقدر نقول عليه هو العنوان الرئيسي والحال المسيطر على الصناعة الإبداعية والإعلامية في مصر، وهو الفجوة بين متطلبات الشركات والمؤسسات الإعلامية والإعلانية والفنية سينمائيا ودراميا، وقدرات خريجي كليات الإعلام ومعاهد الفنون بمختلف اختصاصاتها. ليه انا بتكلم عن الموضوع ده النهاردة؟ هنحتاج نرجع ورا شوية حلوين، ومن هنا ممكن نقدر نوصل للسبب اللي بيخليني اتكلم عن ده النهاردة. من اللحظة الاولى اللي قررت فيها ادرس في كلية الاعلام كان التحدي الاكبر هو هتلاقي شغل لما تتخرج ولا لا. كلية اعلام انت لو كتبت بس في فيسبوك، كتبت في جوجل راندوملي تماما فرص، يعني اللي هي بالطريقة التقليدية القديمة بتاعت فرص عمل لخريجي كليات كذا، فدايما هتلاقي انه الانطباع العام هو انه الكليات دي مش هتلاقي منها شغل. حتى وانا بتكلم معاكم دلوقتي افتكرت انه احد السادة الاساتذة يعني عندنا في الكلية كان في الاورينتيشن داي، اللي هو اليوم زي اللي هي الويلكم بارتي او يعني مش بارتي، يعني بتبقى يعني زي يوم استقبالي كده للطلبة. كان تعليقها يعني انه محتاجين من دلوقتي تبدأوا تشوفوا اماكن على ارصفة عشان لما تتخرجوا تقعدوا عليها. قد يبدو الموضوع صادم، ولكن هو ده التعليق اللي كان الواحد طول الوقت بيقابل بيه لما كان يعني بيعوز يقول للناس ان انا هدخل كلية كذا. ما نقدرش نقول انه التحدي كان سهل، خصوصا لو كان قرارك ده ضد رغبة كل الاطراف المحيطة بيك، وخصوصا لو كنت جايب 97% في علم علوم وقررت تعمل كده. وده موضوع طويل هنتكلم عنه في مرة تانية، لكن باختصار كده كانت الحالة المسيطرة عليا ولا زالت الحقيقة بتقل وقلت أكيد كتير، هي حالة من حالات التحدي. وده طبيعي، يعني أنا كتير من الأحيان كنت بقسو على نفسي واجي أقول لنفسي أنت ليه طول الوقت حاطط نفسك في تشالنج وانت مش محتاج قوي ان انت تدخل باتل زي دي. انت في النهاية دي حياتك وده مستقبلك، فانت مش محتاج تبروف any kind of thing لحد او اي نوع من انواع الاثباتات لحد، ولكن ده كان دايما موجود. انا لو جيت قلت لك دلوقتي انت هتعمل حاجة وهتفشل فيها، فانت بالضرورة لو الموضوع ده فارق معاك قوي، مش ضروري اكون انا كشخص انا اللي فارق معاك، لكن لو الحاجة دي فارقة معاك قوي فهتلاقي نفسك تكاد تكون بتستموت ان انا ما ينفعش وانا لا املك رفاهية عدم النجاح في هذا الموضوع. كده هتبقى عاوز تنجح. اقدر اعتبر ده كان من ضمن الاسباب اللي ساعدتني، زي ما الموضوع قد يكون ليه عيوب انه حطني ولا يزال حطتني في موضع ضغط طول الوقت ورغبة في اثبات
حاجات اقوى واعلى، اقدر اقول ان هو ليه بنفيت او ليه فائدة بطريقة او باخرى، انه كان من ضمن الاسباب اللي ساعدتني اقدر احقق حاجات كتيرة واخطو خطوات كبيرة نسبيا في سن مبكرة. وكان السبب ان يدخل مؤسسات واماكن في مختلف التخصصات، مؤسسات اعلامية، اعلانية، صحفية، فنية، مسلسلات، برامج، افلام، مينستريم، ديجيتال. اقدر اقول لكم انه مفيش ولا نوع من انواع المؤسسات دي ما عندهاش المشكلة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، وهي الفجوة بين اللي المؤسسات دي محتاجاه وطبيعة الفرص اللي بيدور عليها الشاب اللي سواء هو لسه ستيل في الجامعة او خريج جديد. ما اقدرش اقول انه الموضوع في وقت ما بيبقاش في بالي، ولكن خلال الكام يوم اللي فاتوا بدأ يطلع في اول الصف قوي في اولويات التفكير عندي بسبب موقف حصل. الموقف كان كالتالي، انه شخص ما مشكورا تواصل معايا وطلب مني اني ارشح له مجموعة من الاشخاص عشان يشتغلوا معاه في مكان او في شركة هو يعني بدأها بقاله فترة، وهي شركة واعدة وبيعملوا شغل محترم قيم جدا سواء جوه مصر او بره مصر. وضح لي بالظبط طبيعة المهارات المطلوبة والمطلوب يعني توافرها في الشخصيات دي والمرتب والتفاصيل الباقية كلها. شكرته على الثقة، يعني ان هو طلب مني حاجة زي دي، وعلى وعد اني هدور، مش على وعد ان انا هلاقي له الناس دي، بس هدور، لانه انا في النهاية كده كده مش ريكروتر، فانا اخري ان انا هجيب له من النتورك المحيطة اللي ممكن تبقى عارفة حد محتاج فرصة زي دي في الوقت ده. على الجهة الأخرى في نفس التوقيت بالصدفة البحتة شخصين تواصلوا معايا مشكورين، وأنا حقيقي ما أعرفهمش على المستوى الشخصي وليهم كل الاحترام والتقدير، وكانوا بيسألوا لو في قدامي فرصة ممكن تكون مناسبة ليهم. أنا الحقيقة اتبسطت جدا وقلت الحمد لله، ربنا يجعلنا دايما من أسباب الرزق للناس. وطلبت طيب يا جماعة استأذنكم لو السي في أو السيرة الذاتية يعني بتاعت حضراتكم، ويعني أنا هشوف لو في حاجة مناسبة ممكن أقول لكم. المشكلة بالنسبة لي ما كانتش انه انا اخدت السي في وعرضته على الشخص وانه هو الحاجة اترفضت او هم ما كانوش انسب ناس للبوزيشنز دي، لكن كانت في الفجوة، لو صح التعبير، في الفجوة بين المهارات اللي عندهم والمهارات اللي طالبها صاحب الشركة، او بمعنى ادق مش الفجوة في كم المهارات، لانه ممكن حد يجي يقول لي اصل دول لسه خريجين وانتوا بتبقوا طالبين، او الناس، انا ما ببقاش طالب حاجة يعني، مش ان هم خريجين جداد وانه مطلوب منهم حجم ضخم جدا من الخبرات بالمقارنة باللي طالبه الشركة. لا، هو ما كانش دي المشكلة. المشكلة كانت في طبيعة المهارات المتاحة عندهم بالمقارنة بطبيعة المهارات اللي الشركات طالباها. بمعنى ايه؟ تبسيطا كده للموضوع للي ممكن يكون الامر مش واضح ليه، فالموضوع بالظبط كأن انت بتروح شركة وتقول لهم بكل فخر انا بعرف اكتب 100 كلمة في دقيقة على الآلة الكاتبة. ودي كانت من المهارات اللي في لحظة من اللحظات بتميز اي حد بيمتهن المهنة دي، انه الراجل بيعرف يكتب عدد ضخم جدا من الكلمات على التايب رايتر. وهم بيطالبين في الجوب ديسكريبشن يعني او في متطلبات الوظيفة، هم طالبين حد بيعرف يتعامل مع الذكاء الاصطناعي. هو ده بالظبط شكل الفرق ما بين طبيعة الخبرات اللي الناس دي بتطلع بيها سواء من كليات الإعلام، معاهد الفنون. كليات الإعلام دي ما تشملش بس الجامعات الحكومية. أنا يعني يؤسفني أنه أنا يعني، ودي عن تجربة شخصية مع نماذج نقدرش ان هي كتير جدا، بس نماذج بعدد يعني لا بأس به من الناس من جامعات اللي هي ب3 حروف انجليش، ومش اللي هي الجامعات اللي هي خاصة فانت بتبقى داخلها عشان انت دافع فلوس، لا بس لكن لحد كمان ليفل AUC. يعني في طلاب كتير جدا بيبقوا خريجين جامعات بهذا الحجم، ملاش دعوة بكم الانفاق المالي، لانه كم الانفاق المالي ده احنا للأسف بقينا
احنا بنشتري بيه شريحة من البشر نقعد معاها، وده موضوع تاني برضو مش موضوعنا في الحلقة النهاردة. فالنقطة دي مهمة جدا، انه الامر ليس مقتصرا فقط على كليات الاعلام ولا الحكومية ولا غير الحكومية، ولكن الكليات اللي بتدرس فنون ومهارات in general. انا طبعا ما اقدرش اتكلم على باقي المهن التانية لان انا ما عنديش الخبرة في مجال زي الهندسة، ما عنديش خبرة في مجال زي الطب، مجالات زي البروجرامينج انا ما اعرفش اللي بيتدرس في الجامعة ايه والمتطلبات سوق العمل ايه. فلو انتوا عارفين انه في فجوات برضو ما بين الريكوايرد من قبل الشركة اللي بتعرض شغل والسكيلز اللي بتبقى عند الشخص المتقدم، برضو يا ريت تقولوا لنا في الكومنتس الفروق دي بتبقى عاملة ازاي وبيبقى ايه سبب المشكلة دي. ولكن هي كمان موجودة في المجالات الإبداعية التانية، فور اكزامبل او على سبيل المثال في الدراما مثلا. وانا والله ما ببقاش عاوز اقعد اقول مواقف باسامي اعمال بس يعني باسامي ناس عشان الموضوع ما يبقاش طبعا ده هيبقى سبايسي والذ، بس يعني انا مش بحب اعمل كده. يعني انا بحب انه الحاجة اللي بتحصل في الشغل ايا ما كان الشخص ده معروف او غير معروف تفضل في الشغل يعني. بس كمثال ده اتكرر كتير يعني في الدراما على سبيل المثال. تلاقي معروض مثلا سيناريو، انت شغال في شركة شغال في مكان ومعروض عليكم سيناريو من جهة كبيرة وجهة مرموقة وجهة محترمة جدا، والسيناريو ده لرمضان مسلسل، وتلاقي النص ضعيف جدا. يعني انت تبقى تقرأ اول حلقة، تقرأ تاني حلقة، تقرأ تلاقي نفسك داخل في 7 حلقة وفي لاين ما بيتطورش. فانت دايما تفترض طبعا حسن النية انه اكيد اللاين ده هيتطور قدام، في دراما هتحصل فيه، فلا ما بيتطورش معاك لحد ما يعني انت لو مثلا قريت لحد الحلقة 26 كده ولقيتهم متاحين قبل التصوير ده انت تبقى عظيم قوي يعني. تلاقي الجهة المنتجة طايرة بالسيناريو ده او ما بين قوسين طايرة بالورق ده وطالعة بيه السما، وده حاجة جامدة جدا. ولما تحاول كده بذوق توضح لهم انه هو العك ده حضراتكم عاوزين تنتجوه، فتلاقيهم بيقولك يا عم ده هو ده اللي بيجيب مع الناس. والحاجة كده لما تبقى قاعدة بتتفرج والمسلسل كده يجي بعد التراويح تبقى صلت وتقلع الطرحة البيضة وتمسك السبحة والمسلسل شغال، فماشي تمام. تقعد توضح معاه طب وانت بتقرا كده تقوله طب مثلا اللاين ده يعني الشخصية البطل والبطلة دول هم لحد 29 هم عندهم ستيل نفس المشكلة، وهي بتتحل عادي في الحلقة 30 بحل نقدر نحله في تاني حلقة، يعني بمقترح كده نقدر اللاين ده اتقفل في تاني حلقة. فيجي يقولك بقى ايه على ذكر بقى موضوع الفجوة، فيقولك اصل احنا مش لاقيين ورق. على الجهة الاخرى تلاقي المئات من الشباب اللي ممكن يكونوا كاتبين اعمال ومش لاقيين حد يشوفها، وده موقف حقيقي يعني، ده مش مثال، ده موقف حقيقي حصل يعني. وبالمناسبة بما ان ده موقف حقيقي فالسيناريو ده اتصور واتعرض ولقى اعجاب فئة كبيرة من الناس، وانا مش عارف ايه السبب، بس يعني تمام مادام ده عجب حد فممكن تبقى المشكلة فيا نفس المشكلة ونفس الفجوة. واحنا هنا تطرقنا لمثال في شركات ودراما، نفس الفكرة في القنوات التلفزيونية. تبقى انت قاعد شغال على ستوري على فيلوت، فانت تبقى شغال وجزء من مثلا الماتيريال اللي انت شغال عليه بالانجلش ومفيش ماتيريال عربي، فتلاقي انه وتفاجأ يعني انه هو مفيش حد بيعرف انجلش. الناس اللي واقفة دي مفيش حد بيعرف انجلش خالص، واسامي وناس وبتاخد مرتبات كبيرة وكل حاجة. وعلى الجهة الاخرى تلاقي في آلاف من الشباب اللي خريجين من كليات الاعلام ومش لاقيين فرص زي دي. فهنا في جاب، وتيجي تتكلم مع شخص مسؤول في القناة يقولك ما هو ده العينة اللي موجودة، والشباب تبدأ تشتغل في اماكن مش كويسة ومش متوافقة مع السكيلز بتاعتها، وتقول ما هي دي الاماكن اللي موجودة. فهنا في جاب، هنا في فجوة.
انا في الحقيقة يعني كنت بحاول ادور على سبب المشكلة دي ممكن تكون عند مين. هل المشكلة عند المؤسسات الإعلامية والإعلانية والفنية اللي ممكن تكون منعزلة بطريقة أو بأخرى ومحدش بيكون عارف طبيعة تطور شغلهم بتكون عاملة ازاي، ولا ممكن تكون عند الطلاب اللي في كتير من الأحيان بيكتفوا بالدراسة في الكليات ومش بيحاولوا يعني ان هم يعرفوا المتطلبات الفعلية للمؤسسات الموجودة في سوق العمل بره بشكل متطور اكتر. فالمشكلة دي ممكن تكون عند مين؟ حاولت ارد على الموضوع بشكل دقيق يعني على كل نقطة، وكل ما ابدأ في كتابة جزئية في الموضوع ده الموضوع يتشعب مني لنقطة تانية يجب انه يتم توضيحها في البداية كخلفية للموضوع، فلقيت الموضوع يطول قوي. وفي نفس الوقت في ناس اليومين دول اللي انا عارفه، انا اخويا في ثانوية عامة، وفي ناس عرفني اللي انترستد بالميديا، اللي انترستد بالسينما، بارت، بتمثيل، باي مكان بمجال الاعلانات. وفي ناس منكم مشكورين بيبعتولي على انستجرام بيسالوا على تفاصيل زي دي. حسيت انه انا كان في حاجات انا مش بقول على فكره انه انا وصلت لقدر ضخم جدا من النجاح اطلاقا. انا كل اللي حصل انه اتيح لي الحظ او الفرصه انه اكون في بعض الاماكن في وقت صح يعني واتولى مسؤولية برضو تتوافق مع سني وخبرتي. مش بقول يعني ان انا عملت حاجة سوبر، بس وانا في الحاجات دي وانا في التجارب دي اثناء التجارب دي كنت بقعد اقول انه انا كنت اتمنى انه يبقى في حد كان يقول لي الحاجات دي وانا في اول سنة في الجامعة وانا لسه داخل. ممكن انا اصلا كنت ابقى لا، انا كان ساعتها الانسب ليا ان انا ادخل كلية مثلا، مش ان انا ادخل كلية اعلام. في ناس فعلا بتدخل كلية اعلام لاسباب غلط، زي ان هم مثلا بيدخلوا كلية اعلام عشان يكونوا مذيعين. طيب الاسئلة دي والتفاصيل دي هنعمل فيها ايه؟ انا قررت ان احنا يبقى عندنا شبه سلسلة كده على مدار الكام حلقة اللي جايين نتناول فيهم الموضوع ده بقدر من التفصيل. في كل حلقة نمسك بقى موضوع كده، واحب ان انا اخد رأيكم برضو، تقولوا لي رأيكم في الكومنتس ايه المواضيع اللي متعلقة بداية الرحلة في المجالات الإعلامية والفنية اللي كنتوا تتمنوا انه حد يقولها لكم في الاول، او اللي لو انتوا في الاول ممكن تكون لسه مش واضحة بالنسبة لكم وحابين ان حد يوضحها لكم من خلال انه اخد بس 3-4 خطوات زيادة، واللي هو انا بحس انه ممكن يكون حاجة مفيدة اكتر من انه انت تسمع ده من حد كبير قوي. لانه الشخص الكبير قوي ده ممكن يكون فقد الشحنة الشعورية، الشحنة العاطفية اللي متعلقة بحالتك انت كشاب عندك 18-19 سنة، وهو راجل او سيدة عندهم حاجة 40 او حاجة 50 سنة، وهم دلوقتي بقى طبيعة المشاكل دلوقتي انه طب والله ليه شركات الانتاج بتعمل كذا، ليه شركات التوزيع بتعمل كذا. انت كشاب لسه في اول سنة جامعة اصلا يعني انت طموحاتك اصلا انه شركة انتاج تنصب عليك، حتى يعني ان انت تبقى بالقدر ده من الاهمية انه شركة الانتاج دي ضحكت عليها في اخر دفعة. يعني يا سيدي انا عايز اشتغل وخلاص، انت فاهم؟ بيبقى الشخص لسه في بدايته دي مشاكله، فمش هيكون افضل حد يسمع منه هو حد خلاص جاب اخر الرحلة. فانتوا ممكن تقولوا لي ده في الكومنتس، واتمنى يعني انه النقاشات دي ساعتها تكون مفيدة لحضراتكم ومفيدة ليا، عشان احيانا الواحد لما بيرجع لبعض الملفات اللي هو كان فاتحها من 2-3-4 بيكتشف حاجات ممكن تساعده انه مساره الحالي اللي هو فيه يبقى افضل شوية. يعني دي كانت شبه كده مقدمة للموضوع، اتمنى ان هي تكون محمسة ليكم، واتمنى ان هي تنال اعجابكم واستحسانكم. لو الحلقة عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب لو انتوا بتسمعونا على يوتيوب، وتتابعونا لو انتوا من اي بلاتفورم تاني. احنا دلوقتي الحلقات موجودة على جوجل بودكاست، على ابل بودكاست، على سبوتيفاي، على ديزر، على كاست بوكس، على انغامي، وتستنونا ان شاء الله كل حد الساعة 8 صباح وحلقة جديدة من بودكاست كولاج.